دلوقتي بقى ندخل مكان جديد خالص، زحمه طنطا. يبقى احنا دلوقتي عدينا في الحصه دي ب3 مستويات. اول مستوى اللي هو كان ايه؟ الطريق الفردي، بعد كده الطريق المزدوج، بعد كده الطريق السريع، واحنا داخلين دلوقتي للايه؟ زحمه طنطا. هنبدا دلوقتي يا جماعه نشوف ازاي بنتعامل في الزحمه، تمام؟ وبنتعامل ازاي مع العربيات اللي قصادنا وبتقطع علينا. الموضوع مش صعب، بس هو محتاج تركيز يعني اوفر شويه. ليه؟ لان المشكله عندنا في مصر ان احنا ما بناخدش الحاره بتاعتنا، بنقطع على بعض. ما تزعلوش مني في اللفظ، احنا بنشتغل بعشوائيه شويه عشان ما فيش رقابه تقدر تحكم الكلام ده. بس بنتعامل وبنسوق، بنتعامل وبنسوق. الموضوع مش صعب. هنبدا ان احنا دلوقتي مكملين طوالي. احنا اتفقنا الطريق لما يبقى 3 حارات زي اللي قصادك ده وانت مكمل طوالي بتمشي فين؟ بص بقى الغلطه اللي الاستاذ فادي عملها، ان هو مشي شمال. ها، سنه فرام سنه فرام سنه فرام، بدا ان هو يتدارك خطا اهو ويبدا ياخد سنه يمين. ليه؟ علشان اللي بيلفوا الملف الشمال للي هيلف شمال، وانت بمجرد ما جيت يمين ما وقفتش. ليه؟ لانك بقيت في نص الطريق، وادام انت في نص الطريق هتبدا انك انت تكمل طوالي. طب واللي عايز يمشي يمين يا عم مؤمن؟ هو اللي بيمشي يمين ده اللي هيدخل اول يمين، واللي بيمشي شمال ده اللي هيدخل اول شمال. مالناش دعوه بقى بواحد يطلع يقول لي ايه، لا احنا ما عندناش الكلام ده في مصر. انا ماليش دعوه. انا اهم حاجه عندي ككابتن تعليم سواقه ان حضرتك تنزل من بيتك سليم ترجع سليم. ما يخصنيش خالص مين غلطان. انسى موضوع مين غلطان ده، انساه، امحيه من حياتك خالص. في حاجه اسمها اروح سليم واجي سليم. ها، مش عايز ارفع فرامل، شيل فرامل، عايزك تركز قوي. هو لما قرب عليك المفروض انك انت كنت تعمل ايه؟ فرامل. ما ينفعش تبقى سايب العربيه كده. الجزء اللي حصل دلوقتي مش عارف الكاميرا جابته ولا لا، عشان كنت مركز فيه. ان البنت كانت بتعدي من عند قصاد فادي، وفعلا بتعدي قطع الطريق، بس ما كانتش لسه قصادنا. اعرف منين ان الشخص ده قصادي؟ انا اعرف منين؟ الشخص اللي بيعدي الطريق ده لما يبقى قصاد ازاز عربيتي يبقى انا كده اللي هخبطه، لان الازاز هو الكبوت. كبوت العربيه هو الازاز. هدي جامد 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 جامد، لان العجله قصاد الايه؟ العربيه. شيل بقى فرامل. ايه اللي عرفني ان العجله قصاد العربيه وان انا لازم انا اللي الحق؟ لانه قصاد ازاز عربيتي. يبقى المعلومه بتاعت النهارده ان انا لما يكون حد بيعدي قصاد ازاز عربيتي انا اللي الحق. ليه انا اللي الحق؟ لان هو قصادي، انا اللي هخبطه. لما ما يكونش قصادي زي التوك توك اللي على يميننا ده، حتى الكاميرا ما جابتوش، يبقى مش قصاد الازاز. يبقى انا معدي عادي اهو. بدا التوك توك يظهر في الكاميرا اهو، اللي هو ايه؟ بدا يجي سنه قصاده. تمام؟ يبقى انا واجب عليا ان انا اتفاداه او الحقه. اديله كلاكس، اديله كلاكس. لحقتك المره دي ما كانش لا، كان قصادنا، بس كان قصاد الفانوس. يعني احنا لو ما كناش لحقناه كان يا عيني الولد راح في حيث بايصه. ما هو محدش بيعدي الطريق كده برضه. ما احنا اتفقنا بقى، مفيش حد بيعدي الطريق كده، بس احنا عايزين ناخد بالنا كويس جدا ان انا الراجل ده قصاد ازازي، انت اللي لازم تلحق. ما فيهاش كلام. ما تقوليش اصله بيعدي الطريق بطريقه عشوائيه، ملناش دعوه بالكلام ده. انا لازم الحقه، اصل انا مش هلحقه لو انا ما لحقتوش هخبطهم. بالراحه بالراحه بالراحه. ها، كل يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده في زحمه الطريق الداخلي بتاع طنطا. انتوا متخيلين اللي بيعدوا الطريق بالطريقه دي؟ انتوا متخيلين العشوائيه دي؟ احنا لو الناس اللي في طنطا بتسمعنا هتلاقي ان احنا موجودين دلوقتي في المعرض، حته كده اسمها المعرض، بس ما يعلم بها الا ربنا. المكان ده عشوائي جدا 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 جدا. تمام؟ المره دي كده اقدر ان انا اسقف برضو تاني للاستاذ فادي، لانه قدر ان هو يتخطى الموضوع ده بطريقه سلسه وجميله. صح؟ صح. شطور. الله يخليك. يلا واحده واحده وبالراحه خالص. تمام؟ مكملين لحد الجمله عشان نعرف الناس ازاي هنلف. تمام. من عند الجمله وازاي هنلف الطريق، لان الطريق عند المكان اللي اسمه الجمله ده لا منه سريع قوي ولا منه بطيء جوه البلد قوي.
اللي هو وسط، يعني بتلاقي ناس جايين من الطريق السريع بسرعه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش إيه زي السريع اللي هو على الطريق. احنا اتفقنا. ايوه. دلوقتي الغلطه اللي الاستاذ فادي عملها هو ان هو لما الراجل قطع عليه داس فرامل فجأة. واحد يقول لي ايوه يا عم مؤمن، ما هو الراجل هيعمل ايه يعني؟ ده طبيعي ان هو يدوس فرامل فجأة. لا، هيدوس فرامل تدريجي زي ما احنا اتعلمنا، بس اسرع من الطبيعي. يبقى بدل ما انا بقوم حاطط رجلي تك مره واحده على الفرامل، في ثانيه انت اتخبطت من ورا. ايه ده؟ اتخبط من ورا ازاي؟ ما اللي ورا ياخد باله. ايوه، هو غصب عنه فجاه لقاك قدامه قام خابطنا من ورا. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي حد يقطع عليا مش هعاقبه بقى واقوم داخل فيه، ولا انت بتعاقبه ولا ايه؟ صح. زي ما انت وقفت للولد او وقفنا عشان الولد قطع الطريق مره واحده، كذلك العربيه انا برضو باخد بالي من العربيه اللي قصادي قطعت عليا بطريقه وحشه، ببدا ان انا اهدي بس بشكل اسرع شويه عشان طبعا اقدر الحق. ايوه. سنه البنزين يلا، لان كله ماشي بعد المطب. تمام كده؟ تمام. برافو. هنمشي ورا الميكروباص الصندوق اللي مكتوب عليه عصفور ده. تمام؟ تمام. وسن البنزين خفيفه. كل ده يا جماعه احنا ماشيين في طريق 3 حارات، وعلى يميننا ناس وعلى شمالنا ناس واحنا في النص. اذ بقدره قادر الطريق ضم اهو وبقى حارتين. بسرعه استاذ فادي يبدا يفكر اروح يمين ولا شمال؟ اي حاجه، المهم ان انت ادام الطريق قلب حارتين لازم انت كمان بسرعه تمشي في حاره من الاثنين، لان زي ما انت شفت الميكروباص ده جه وقام زنقك وقام معدي من على يمينك برضه، مع ان الطريق يا جماعه بقى ضيق جدا. يعني انتوا لو باصين في الكاميرا كده هتلاقي احنا ورا الميكروباص وعلى شمالنا بس طريق. يبقى انا في الوقت ده ما ينفعش ان انا اخد 3 حارات. العربيه بيبقى عرضها حوالي من متر و70 سنتي ل 2 متر و5 اللي هي العربيات العريضه. يبقى انا بالنسبه لي ده طبعا العربيات العاديه، مش العربيات اللي نازله جديد الكبيره قوي الهجمه دي. انا بتكلم على العربيه السيدان اللي بشنطه الطبيعيه، مش العربيات اللي هي لا كروس اوفر ولا العربيات اللي هي الكبيره قوي زي التوسان ولا السبورتاج ولا الكلام ده. تمام؟ فانا في الوقت ده لازم ان انا اقوم واخد حاره من الاثنين. الطريق في الوقت ده بيبقى في حدود مثلا وليكن 5 ل 6 متر، اللي هو الطريق الضيق الصغير ده. يبقى انا المفروض الطبيعي ان انا اخد 2 متر والعربيه اللي جنبي 2 متر وفي 2 متر صغيرين كده في النص فاصل ما بيننا. ماشي كده يا جماعه؟ يلا هنبدا ان احنا نتحرك عادي سنه شمال كده عشان ما تدوس على الحاجات اللي على الارض، الطين اللي على الارض ده. اقف طيب ها، ابدا ابعد عنه بس كده سن البنزين، ابعد عنه سن البنزين. يبقى احنا دلوقتي بعدنا عن العجله، وفي نفس الوقت ايه الميكروباص شد شويه. تمام كده؟ هنبدا دلوقتي ان احنا نعمل ايه بقى؟ نكمل طوالي ونزحزح اقصى اليسار عشان نلف عند دوران الجمله. تمام. ها تمام كده ولا ايه؟ تمام. ماشي الكلام. سنه كده شمال. برافو. جميل جميل جميل. خلي بالك من طنط. اقف خالص اقف خالص اقف خالص. هي ماشيه بالراحه ومش قادره تمشي، شيل فرامل. يبقى لازم ان انا اقف لها، وخاصه ان انت ما كنتش بتجري. يلا سن البنزين. بص هي مش عمليه حاجه، هي ماشيه غلط لانها بتعدي على طريق. بس سن البنزين يلا. احتراما. سن البنزين سواء اخلاق. ايوه. سن البنزين. ايوه تمام. برافو. بصوا بقى يا جماعه، انا عايز بس اوريكم ازاي بنقطع الطريق. وانت في اقصى اليمين بنزين بعد اذنك، بنزين بعد اذنك، الزماره دي مش ليك، ده للي وراك. تمام؟ بنبدا ناخد سنه شمال صغننه وما رجعهاش. احنا قطعنا الطريق اهو، بدانا نعدي الميكروباص، بدانا نيجي في الحاره اللي في النص، طبعا قطع عليك فاحنا جينا بسرعه ايه الناحيه الثانيه، وواحده واحده تدريجي لحد ما نوصل تاني اقصى اليسار. ها ده مش بيزمر لنا، بالراحه واحده واحده، انا معاك ما تقلقش. تمام؟ المواقف يا جماعه في السواقه عايزه انك انت تكون اكتر حرص مع تركيز مع شويه هدوء. لما بتهدى انت بتعرف تفكر. اللي بيقطع عليك وداخل مره واحده والكلام ده كله، الكلام ده كله عادي جدا. انت اساسا موجود في مصر، انت ما انتش موجود في بلد بره. بالراحه واحده واحده لغايه ما الناس اللي جايه دي كلها تعدي.
واول ما يكون مسموح انك انت تعدي بعد العربيه اللي شايله الرمل دي، تمام. هترفع رجلك من على الفرامل، سن بنزين صغننه عشان تطلع، شيل بقى بنزين، اعدل الدركسيون، يلا اللفه ونص، يلا سن بنزين وده معدول. تمام كده يا جماعه؟ عملنا ايه؟ سن بنزين صغننه حدفتنا من جوه في قلب الدوران لبره، وبعد كده شلت بنزين عشان العربيه ما تستناش تجري لا قدر الله تخبط مني في الرصيف الشمال، لغايه ما اعدل الدركسيون. هو في حاره جنبك، بتزمر له ليه؟ يعني هو اوريدي علينا جنبك. أهو. لا هو جنبك، اها دخل عليك دي. لو هو دخل زي العربيه اللادا دي، أها. اللادا الحمراء دي، قطع علينا الطريق. تمام. تمام كده؟ انما طول ما هو ماشي عادي خالص جدا، تمام، يبقى ايه؟ انا ماشي في تمام. طريقي وهو ماشي في طريقه. سن البنزين، يلا برافو، ما شاء الله عليك. اهو بصوا بقى، هو بدأ يدخل قصادنا اهو كده، بقى اسمه قطع عليا. ليه؟ لانه كان في الحاره بتاعته اللي هو على يمنا، وبعد كده بدأ يتزحزح لحد ما وصل قصادنا مثلا. يعني سن البنزين خفيف. حد هيقول لنا انتوا دلوقتي ماشيين على طريق وماشيين شمال، مش الشمال ده بتاع الناس اللي بتجري؟ انت جوه البلد، وادام جوه البلد مفيش حاجه اسمها الشمال اللي بيجري واليمين اللي بطيء، مفيش الكلام ده جوه البلد. الكلام ده على الطرق السريعه. يعني انت وانت طالع الطريق السريع بتكون على اقصى اليمين لان سرعتك بتبقى بطيئه، بعد كده بتبدا تزحزح سنه سنه شمال لغايه ما سرعتك تجيب واحده واحده 100 120. ولا انصح احد بيسوق او لا يعرف يسوق يعدي ال 120، عشان احنا ما عندناش طرق تأهلنا اصلا لانك تسوق فوق ال 120. وعلى فكره يا جماعه، المسكه بتاعت استاذ فادي انك انت تمسك الدركسيون 10 و10 كده زي كانك ساعه، عارفين لما يكون ال 12 فوق والسته تحت ساعه، افضل وضعيه لمسكه الدركسيون لما تكون ماسك 10 و10، قمه الاتزان. اهم حاجه بقى، ونصيحه بقى للناس اللي بتسوق سواء رجاله او بنات، عشان بس الوضع ده مع الرجاله والبنات، ما تمسكليش 10 و10 زي مخرطه الملوخيه وتقوم مقرب منها كده. طبيعي لازم الناس كلها تقلس عليك، انما انت بمجرد ما انت ريحت زي ما انتم شايفين كده، كتفك وظهرك على المقعد وسايق، انت كده في وضعيه مريحه جدا 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 للقياده. تمام؟ محدش بقى يقول لك اصل هيقلسوا عليا لازم اسوق بايد واحده، سن البنزين عشان اللي وراك بيزمر. محدش يقول لي بقى ان انا لازم ان انا امسك بايد واحده، لازم ابقى شبح، لازم علشان ان انا محدش يحسسني ان انا جديد في السواقه. مفيش الكلام ده، محدش اساسا يلزمه. انت الراجل اللي جنبك ده انت لازمه في ايه؟ ما يبصلك، عايز يبصلك ما يبصلك، ايه المشكله برضو؟ ايه العلاقه ان احنا لازم نكون ماسكين بايد واحده الدركسيون؟ يعني انا بعلم سواقه بقالي 14 سنه، وعلى الطريق بمسك 10 و10 وانا سايق وانا طاير بالعربيه، وطاير دي معناها ان انا برضو ما بعديش ال 120، لان انا وانا ماشي لا قدر الله ممكن في اي لحظه يحصل اي موقف. لو انت فوق ال 120 فرضا انك انت راكب عربيه حديثه ومجهزه وكل الكلام اللي انت عايز تقوله ده، كل الكلام ده زي الفل، بس كان في طوبه على الطريق معضعض، التليفون كان هيقع. تمام؟ يبقى احنا بالنسبه لنا الوضع طول ما انا ماشي على الطريق انا بحاول ان انا ما اكونش معدي ال 120، ماسك الطريق وماسك العربيه في حارتي وماسك الدركسيون ومتمكن منه. اللي عايز بقى يمسك بايد واحده يمسك، مفيش مشكله، بس ما تكونش متمكن وتقول لي امسك بايد واحده. لا، انت ما تقدرش، انك انت مسؤول عن حياتك وحياه اللي معاك والعربيه اللي انت راكبها وحياه الاخرين اللي ماشيين في الشارع. ازاي تقول لي ما بقاش متمكن وماسك بايد واحده عشان الناس؟ لا، انا ما يهمنيش الناس، انا مع احترامي لحضرتكم انا يهمني نفسي. هنصبر بقى دلوقتي عشان الناس اللي بتلف الملف والدوران اللي انت بتشوفه ده. هنبدا واحده واحده، هنستناه طبعا لانه هو قصادي. عدى، يلا سن البنزين اهو. ليه سن البنزين؟ عشان اللي ورايا مستنيني ان انا اعدي. تمام كده؟ تمام. يلا زي ما انت ماشي طوالي. هو ده بيزمر؟ لا هو مش بيزمر لك، هو بيزمر للي كان بيعديه.